الفيديو اللي فات كنا بنتكلم معاكم ان مش كل الوحدات ينفع تتأجر. النهارده هنتكلم معاكم ايه الافضل في العقار ان هو يتأجر. العقار اللي بيتأجر مش نوع واحد. ناس كتير بتفكر ان الايجار يعني شقة سكنية وبس، لكن الحقيقة في 4 انواع من العقار اتعملوا عشان يتأجروا. اولا الوحدات الفندقية، دي معمولة للايجار من اول يوم، ايجار يومي وشهري، ادارة وتشغيل، تشطيب وفرش جاهز، طلب سياحي وبزنس مستمر، يعني دخل اسرع ومجهود اقل. تاني حاجة الوحدات الادارية، ايجار طويل المدى، استقرار في الدخل، اقل تغيير المستاجرين، طلب ثابت في المناطق الحيويه، مناسبه للي عايز هدوء واستمراريه. ثالث حاجه الوحدات التجاريه، محلات وكافيهات، اعلى عائد لكن اختيار الموقع حساس. مول حيوي بيساوي ذهب، مول غلط وجع دماغ، الربح فيها كبير بس القرار لازم يكون محسوب. رابع حاجه الوحدات الطبيه، عيادات ومراكز، الطلب عليها دائم، مستأجر بيفضل ثابت لسنين، تجهيز خاص بس قيمة أعلى، مناسبة للمناطق السكنية الكبيرة، من أكتر أنواع العقار أمان. الخلاصة مش كل واحد ينفعه نفس النوع، اختيارك لازم يكون على حسب هدفك، رأس مالك، صبرك. العقار اللي يشتغل هو اللي نختاره صح، مش اللي شكله حلو. كلمنا وهنساعدك تختار أفضل نوع من العقار لنفسك.